الجاسوس اللي شغل مشي ديان مقاول حفر عنده. ايوه زي ما سمعت، الجاسوس ده مش بس جاب لمصر خرايط خط بارليف، ده لما اتقبض عليه وزراء الكيان هم اللي باسوا ايده عشان ما يفضحهمش. مخابرات الكيان سموه الصندوق الاسود، وقصته الحقيقيه اغرب مليون مره من مسلسلات التلفزيون. مين هو عابد كرمان وازاي ضحك عليهم كلهم؟ خليك معايا في الفيديو ده واللي جاي هيفاجئك. عابد كرمان اسمه الحقيقي عبد الرحمن قرمان، شاب من عرب 48 مولود في حيفا سنة 1938. أهله ناس مرتاحين جدا وعندهم مزارع، وهو كمان معاه باسبور الكيان وعايش وسطهم. بس عبد الرحمن كان جواه غضب ما بينتهيش، وده عشان عمره ما نسي إنه فقد أخوه خلال الهجوم على قريته. عشان كده هو كبر وكان بيكبر معاه كره كل حاجة تخص الكيان. المخابرات المصرية بعد نكسة 67 كانت حرفيا بتدور على إبرة في كوم قش. كانوا عايزين شاب ذكي وسيم علاقاته حلوه يقدر يخترق الكيان من جوه. عبد الرحمن وهو في فرنسا دخل السفاره المصريه في باريس برجله. تخيل الجرأه، شاب معاه باسبور الكيان داخل سفاره مصر، ومن اللحظه دي اتولد اسطوره وتعرفت باسم عابد كرمان. صقور المخابرات المصريه ضربوه على اعلى مستوى، اتجوز بنت فرنسيه اسمها جاكي وهي اللي دلعته وسمته عابد، ورجعوه تل ابيب. بس المره دي رجع وهو رجل اعمال كبير وغني جدا. المخابرات فتحت له مصنع حلاوه طحينيه كستار لشغله. بالفلوس والشياكه عابد فتح ابواب الكيان كلها، بقى صاحب وزراء ومدير مخابرات حيفا كان حاطط رقم عابد في جيبه. بس الضربه القاضيه فعلا كانت الفخ اللي اتنصب للثعلب مشي ديان وخلاه يشتغل مقاول حفر. طب ازاي ده حصل؟ تعال اقول. المخابرات المصريه عرفت ان ديان مهووس بحاجه اسمها الاثار، فعملوا له حته فخ ما يخرش الميه. المخابرات جابوا جره اثريه حقيقيه عمرها 3000 سنه، عالجوها بكبريتات النحاس، وده في المعامل في مصر عشان تبان انها لسه طالعه من الارض طازه، وهربوها لعابد. عابد دفن الجره دي في مزرعته وعمل نفسه بيهد مصنع قديم وبيحفر عشان يبني فيلا، وهوب لقى الجره، راح جاري على بيت مين؟ على محل الانتيكات بتاع روث مرات مشي ديان. ولما ديان عرف عينه زغللت وراح بنفسه مزرعه عابد عشان يشرف على الحفر. ممكن يلاقوا مثلا اثار تانية. انت متخيل وزير دفاع الكيان بيكلم جاسوس مصري كل يوم يطمن على الحفر بنفسه؟ ومن يومها عابد بقى الكارت الذهبي اللي بيدخل اي قاعده عسكريه في الكيان من غير ما حد يجرؤ يفتشه. هنا بقى عابد جاب الخلاصه، عرف ان في مهندس كبير اسمه ليثي شموئيل اللي معاه خرايط تحصينات الجيش وخط بارليف، والراجل ده كان ليه نزوات مشبوهه وسهرات كل يوم جمعه في شقه في نتعنيا. عابد دخل عليه دخلة المقاول اللي عايز يشتغل من الباطن في تحصينات الجيش وبمقابل مادي ضخم. قدر يصور الخرايط الاصليه لخط بارليف وخرايط الالغام اللي في سينا كلها. الخرايط دي هي اللي خلت الجيش المصري يعبر في 73 وهو عارف كل شبر في سينا. بس زي ما بيقولوا غلط الشاطر بقى. عابد من كتر نجاحه ثقته في نفسه زادت عن الحد، حاول يجند واحد صاحبه قديم اسمه خالد عشان يعمل له باسبورات مضروبه بحجه انه بيشتغل في تهريب الالماس. خالد اتكشف في يناير 1970. مخابرات الكيان قبضت على عابد في مطار اللب. عابد اتعرض لتعذيب بشع، بس اللي يضحك فعلا ان الوزراء كانوا اصحابه ومنهم ديان بقوا بيبعتوا له رسائل من تحت لتحت يتربوه. ابوس ايدك ما تجيبش سيرتنا في التحقيقات عشان الفضيحه السياسيه طبعا. فطبعا عابد استغل ده وما ردش بكلمه واحده، ومحدش في الكيان عرف حجم الكارثه والخرايط اللي اتسربت لمصر غير لما خط بارليف اتدمر فوق دماغهم في اكتوبر 73. مصر طول عمرها ما بتنساش ولادها ابدا. بعد 73 كان في مفاوضات فك الاشتباك. هنا بقى المخابرات المصريه ضغطت وطلبت عابد كرمان بالاسم في صفقه تبادل اسرى. عابد رجع للقاهره وهو بطل، وساب وراه في الكيان لغز لحد النهارده مش عارفين يفكوا طلاسمه، وسموه في ملفاتهم الجاسوس الطائر. كنتوا تعرفوا القصه دي قبل كده؟